قلت ايه؟ ركزوا معايا كويس. لو قلت 3 ألف س أس 2 في ناقص 5 ألف أس 3 س أس 4، بضرب ازاي؟ بضرب العدد في العدد. التلاتة في ناقص 5 بناقص 15، وبعدين أقول ألف أس 1 في ألف أس 3 بألف أس 4، وبعدين أقول س أس 2 في س أس 4 بس أس 6. لأن أنا عندي قاعدة بتقول عند ضرب الأساسات المتحدة تجمع الأسس. طيب واحدة كمان، لو قلت 3 على 4 س أس 5 صاد في 2 س صاد أس 3 الكل أس 2. ركزوا معايا، بسيطة. الأولانية دي تنكتب زي ما هي، ده اهي دي تنكتب زي ما هي اهي 3 على 4 س أس 5 صاد أس 1 ضرب. التانية دي بقى هنفك القوس ده ازاي؟ 2 أس 2 يعني 2 اضربها في 2، الاتنين في 2 ب4. س أس بضرب الأس الداخلي في الأس الخارجي، ما هي س كان فوقها 1 يبقى 1 في 2 يبقى س أس 2. صاد أس بضرب الأس الداخلي في الأس الخارجي يبقى 3 في 2 ب6. بعد كده اضربها عادي خالص، تعالي كده اضربي العدد ده اهو في العدد ده، يبقى 3 على 4 اهو، هضربها في الأربعة، هضرب ده اهو العدد في العدد. وممكن طالبه تقول لي وهضرب السين دي في السين دي عادي، لو عاوزه تحطهم في قوسين ما عنديش مانع، س أس 5 في س أس 2 هنعمله زي العيال الصغيره اهو عادي. وبعدين يا استاذ هناخد الصاد دي مع الصاد دي عادي خالص، الصاد في الصاد أس 6 عادي خالص اهو تساوي الأربعة تطير الأربعة تبقى 3. س أس كام؟ س أس 5 في س أس 2 بس أس 7. صاد أس كام؟ صاد أس 1 في صاد أس 6 بصاد أس 7. يبقى القاعدة بتقول عند ضرب الأساسات المتحدة تجمع الأسس. صعب اللي بقوله؟ مستر ممكن تسألني تاني لأني ما فهمتهاش أوي؟ بتقول إيه؟ بقول لحضرتك ممكن تعيدها تاني لأني حاسة إن أنا ما فهمتهاش يعني. حاضر يا حبيبي حاضر، ما تخافيش، هديكي واحدة زيها بالظبط. ركزي معايا. لو قلت يا حبايبي 5 على 8 س أس 3 صاد أس 4 ضرب بين قوسين -2 5 على 8 س أس 3 صاد أس 4 مضروبة في -2 س أس 2 صاد أس 3 الكل أس 3 هتساوي. ركزي معايا بقى خالص، الأولانية دي هتبقى زي ما هي 5 على 8 س أس 3 صاد أس 4 ضرب -2 أس 3. ما هي -2 مضروبة 3 مرات، خلي بالك -2 -2 ده اهي أس كام؟ 3. ما هو الأس ده هيتوزع على -2 أس 3 يبقى 2 في 2 في 2، الاثنين في 2 ب4، 4 في 2 ب8 يبقى -8. طب -8 ليه يا أستاذ؟ عشان الأس فردي يبقى سالب هيستنى. س أس بضرب الأس الداخلي في الأس الخارجي
الاتنين في 3 ب6. صاد أس بضرب الأس الداخلي في الأس الخارجي، التلاتة في 3 ب9. كمان مرة شوف أنا فكيت إزاي. خلي بالكم دي زي ما هي -2 أس 3 معناها -2 مضروبة في نفسها 3 مرات أهي، -2 في -2 في -2 ب8. س أس 2 في 3 يبقى س أس 6. صاد أس 3 في 3 يبقى صاد أس 9. تعال نضربه بقى الأعداد في بعضها. 5 على 8 هتنضرب في -8. فأنا هضرب السين في السين، فأنا هعمل لهم قوس. فالبت همسة قالت لي عيب يا أستاذ، س أس 3 بس أس 6 بس أس 9 يا أستاذ وإحنا صغيرين. ما هي السين شكل السين يا أستاذ، وعند ضرب الأساسات المتحدة تجمع الأسس. فقلت ماشي يا همس، فبعمل قوس للصاد. راحت بتقول قالت لي خبر يا أستاذ، هو أنت خلاص هتودينا بداية ولا إيه؟ ما هي صاد أس 9 4 و9 13. ما هو عند ضرب الأسات اللي شكل بعضها تجمع لص يا أستاذ. يبقى سينوس 3 في سينوس 6 بسينوس 9 يا أستاذ، وسادس 4 في سادس 9 بسادس 13. وخلي بالك الثمانية دي تطير الثمانية دي، موجب 5 في سالب يبقى بتساوي -5 سينوس 9 صاد أس 13. أعيدها تاني يا أولادي، أعيدها تاني يا بتول يا همس. ما حدش بيرد عليها خالص أهو. لا يا مستر احنا فهمنا. طب الحمد لله. بصوا معايا السؤال اللي بعده. اما اقول اوجد خارج جسمك، ركزوا معايا. 35 س أس 7 صاد أس 8 عين أس 6 على -7 س أس 7 صاد أس 7 عين أس 3. بسيط. بس أنا عاوز منك حاجة واحدة بس، يعني علامة على دي خليها كده، واكتبي ده فوق وده تحت. أو 35 أهي س أس 7 صاد أس 8 عين أس 6، وتحت -7 س أس 7 صاد أس 7 عين أس 3. أنا عدت كتابة المسألة، كتبت ده في البسط وده في المقام. صعبة؟ بعد كده اقسم عادي خالص بقى. موجب على سالب بسالب، 35 على 7 فالخمس، سينوس 7 على سينوس 7. هتقولي لي سينوس صفر ليه يا بنتي سينوس صفر؟ لان بص عند القسمه تطرح الاسس، هي معناها 7 ناقص 7. يلا يا عم لو ما انتش فاهم هي 7 ناقص 7. صاد اس 8 ناقص 7 عين اس 6 ناقص 3. شطار. ما هو عند قسمة الأساسات اللي شكل بعضها تطرح الأسس. شطار. يعني بيساوي -5. سينوس صفر اللي هي بواحد يبقى في واحد اهي. صاد أس 8 ناقص 7 1 عين أس 6 ناقص 3 3، يعني بتساوي -5 في 1 يبقى -5 صاد عين. ففي طالبه بتقول لي يعني بص انت بصراحه غتت في الكلام ده. هقول لها ليه يا بنت؟ هتقول لي ما احنا نعمله على طول اهو، 35 على -7 بناقص 5. شاطر. سين أس 7 على سين أس 7 تضيع بعضها، اللي دي شكل دي بالظبط. شاطره. صاد أس 8 على صاد أس 7 بصاد أس 1 يا أستاذ، لأن 8 ناقص 7 1 يا أستاذ. عين أس 6 على عين أس 3 بعين أس 3 يا أستاذ، لأن عند القسمة تطرح الأسس بس. يلا يا عم شوف أنت عملت قد إيه، ده أنت غيتت يا راجل. إذا أنا ممكن أخلص على طول 35 على -7 بناقص 5. سين أس 7 على سين أس 7 تطير بعضها
صاد أس 8 على صاد أس 7 بصاد أس 1، لأن عند القسمة تطرح الأس. عين أس 6 على عين أس 3 بعين أس 3. واحدة تانية يا أستاذ. إيه التانية بقى؟ المسألة اللي بتيجي في الامتحان أو أوت خارج جسم 42 س أس 8 صاد أس 10 زائد 36 س أس 10 صاد أس 8 ناقص 18 س أس 8 صاد أس 8 على 6 س أس 8 صاد أس 8. دي المسألة اللي الغلب بتاعتك دي يا أستاذ، سهلة خالص. هنقول المقدار يساوي، ركزوا معايا. قلت علامة على دي، علامة على ده اهي، هنخلي شرط الكسرة واكتب ده فوق اهو 42 س أس 8 صاد أس 10 زائد ال 36 س أس 10 صاد أس 8 ناقص ال 18 س أس 8 صاد أس 8 على الستة س أس 8 صاد أس 8. صعبة دي كده؟ صعبة يا حبايبي؟ ها بعد كده اقسم عادي خالص بقى، تعال نقسم. تساوي، ركزوا معايا، 42 على 6. اهلا. 42 على 6 فالسبعة. س أس 8 على س أس 8 باي باي مصر دي الضيعة دي. صاد أس 10 على صاد أس 8 بصاد أس 2، لأن 10 ناقص 8 2 خلص. موجب على موجب بموجب. 36 على 6 فالست. س أس 10 على س أس 8 بس أس 2. صاد أس 8 على صاد أس 8 اتطير، سالب على موجب بسالب. 18 على 6 فات 3. س أس 8 على س أس 8 تطير، صاد أس 8 على صاد أس 8 تطير. خلصت يا أستاذ. الله، دي مسألة جميلة يا أستاذ، وفعلا بتيجي في الامتحانات. ليه يا أستاذ؟ لأن هي تعتبر ثالث مسائل من اللي فاتت. إذا المسألة جميلة جدا. واحدة كمان يا أستاذ عبد الرازق أهو، واحدة كمان. بقول لي أوجد خارج جسم 15 س أس 10 صاد أس 9 ناقص 20 س أس 9 صاد أس 10 ناقص أو زائد 45 س أس 9 صاد أس 9 على ناقص 5 س أس 9 صاد أس 9. ثم أوجد قيمة الناتج عندما السين بتساوي تل والصاد بتساوي سالب ربع. الحل دي بقى يا حبايبي مسألة في كل الامتحانات. المقدار يساوي، ما احنا حفظنا يا استاذ عبد الرازق. اقول لك ايه؟
علامة على ده اهي هنخليها شرطة كسر، وهكتب اللي جاب لي علامة على ده اهي فوق. خلي بالك، خلي بالك، انا عشان انا عارف انك ما بتفهمش كويس. واللي بعد علامة على ده تحت. خلي بالك انت محيرنا معاك اهو. اللي جاب لي علامة على فوق واللي بعد علامة على تحت. خلي بالك ايه اهو. نكتبه اللي جاب لي علامة على فوق اهو، يبقى 15 س أس 10 صاد أس 9 ناقص 20 س أس 9 صاد أس 10. شوف انا بكتب كل حاجه زي ما هي ايه عشان تبقى خلي بالك، بس عشان انت هتودينا في ده. زائد اهو 45 س أس 9 صاد أس 9. يا رب تكون بتفهم. على مين؟ على ناقص 5 س أس 9 صاد أس 9 تساوي بالراحة خالص اهو 45 15 على ناقص 5. 15 على ناقص 5 موجب على سالب بسالب. 15 على 5 فيها 3. س أس 10 س أس 10 على س أس 9 بس أس 1. سالب على سالب بموجب. 20 على 5 على 4. س أس 9 على س أس 9 تقول لها بيضاء. طب صاد أس 10 على صاد أس 9 بصاد أس 1. موجب على سالب بسالب. 45 على 5 فيها 9. سينوس 9 على سينوس 9 بيضاء. صاد أس 9 على صاد أس 9 بيضاء. خلصنا. ده هو قال لي كمان قيمة الناتج، يبقى هقول له قيمة الناتج بسيطة. قيمة الناتج بتساوي سالب 3 في السين. السين بتلت. ما هي السين بتلت اهي. زائد 4 في الصاد بناقص ربع ناقص 9. فالبنت قالت لي الثلاثة ضيع الثلاثة يبقى سالب 1. وقالت لي الأربعة تضيع الأربعة يبقى سالب 1 كمان. وفي سالب 9. سالب 1 وسالب 1 وسالب 9 يبقى بيساوي سالب 11. يبقى أنا خلصت السؤال بتاعي. نبدأ نشوف السؤال اللي بعده. واحدة كمان. أوجد خارج جسمي. نركز. 42 س أس 7 صاد أس 8 ناقص 14 س أس 8 صاد أس 7 زائد 28 س أس 7 صاد أس 7 على وراح ضرب قوس كده ناقص 7 س أس 7 صاد أس 7. ثم أوجد قيمة الناتج عندما السين بتساوي 1 والصاد بتساوي 5. بسيط الحل. المقدار يساوي أو شرط الكسرة. ده فوق يبقى 42 س أس 7 صاد أس 8 ناقص 14 س أس 8 صاد أس 7
زائد 28 س أس 7 صاد أس 7 على ناقص 7 س أس 7 صاد أس 7 تساوي نكس موجب على سالب بسالب موجب على سالب بسالب 42 على 7 فيها 6 س أس 7 على س أس 7 تطير صاد أس 8 على صاد أس 7 بصاد أس 1 ناقص سالب على سالب بموجب سالب على سالب بموجب أهو 14 على 7 فيها الاتنين س أس 8 على س أس 7 طبعا بس أس 1 والصاد تضيع الصاد زائد موجب على سالب بسالب موجب على سالب بسالب 28 على 7 فال 4 والسين تضيع السين والصاد تضيع الصاد. خلصت يا أستاذ. القيمة هنجيب القيمة. القيمة العددية بتساوي أو نغير اللون ناقص سدوسة في صاد الصاد ب5 زائد 2 في س السين ب1 ناقص 4 تساوي ناقص 5 في 6 بناقص 30 زائد 2 ناقص 4 تبقى خسرت 30 وخسرت 4 يبقى انت خسرانه 34 زائد 2 خسرت 34 وكسبت 2 يبقى انت خسرانه 32. اتفهمت النوعيه دي ولا لا يا همس يا بتول اتفهمت يا أستاذ. يا همس؟ السؤال أيوة اللي مش بعده فاهمة. السؤال اللي بعده اوجد ركزوا معايا ناتج ضرب 2 س ناقص 3 في 3 س زائد 4. ازاي نضرب القوسين ده همت في بعض؟ ركزوا والله يا استاذ عبد الرازق هنضرب دي مره هنا ومره كده وهنضرب ده مره هنا ومره كده. خلي بالك يا استاذ هاخد الحد ده اهو اضربه هنا مره وهنا مره وبعدين هاخد الحد ده اهو اضربه هنا مره وهنا مره. يا رب يا استاذ تكون بتفهم. تساوي اهو تعال نضربه بقى يا استاذ 2 في 3 ب6 س اس 1 في س اس 1 بس اس 2 2 في موجب 4 بموجب 8 س ما فيش شكلها تبقى تنزل زي ما هي. تعالى يا استاذ ناخد اللي تحت بلون تاني ناقص 3 في 3 بناقص 9 س ناقص 3 في 4 بناقص 12. يبقى انا يا استاذ ضربت ده اهو ضربته هنا مره وهنا مره وده هو يا استاذ ضربته هنا مره وهنا مره واظن شفت حتى كاتب لك يا استاذ اما ضربت ده هنا وهنا كتبت لون مختلف عن ده عشان تركز بس. اهو تساوي دايما الاثنين اللي في النص يا استاذ بينجمعوا مع بعض. ركز يا استاذ ركز ما توديناش في داهيه. دايما الاثنين اللي في النص بينجمعوا مع بعض. يعني دي تنزل زي ما هي دي تنزل زي ما هي ودي كمان يا استاذ تنزل زي ما هي. هما الاثنين ده هم كسبت 8 وخسرت 9 يبقى انت خسرانه 1 س بس. والواحد يا استاذ عيب ما تكتبوش زي بعضه خلاص. يبقى 6 س اس 2 ناقص س ناقص 12. طب يا استاذ انا ما فهمتش عيد لي كمان واحد. تعال نجيبه كمان واحد. ممكن تعيدي تاني؟ 5 س حاضر يا حبيبي والله ما هسيبك الا ما تحفظيه ناقص 4. والله ما هتمشى الا ما تحفظيه. ما تخافيش يا همس. 3 س زائد 7 اهو
هتعمل ايه يا استاذ؟ ركز يا استاذ. هاخد الخمسة اضربها مرة هنا ومرة كده. ايوه، خلي بالك. وهقول لك كمان احكم انت. شكلك وحش كده يا استاذ اهو. هتاخد الاربعة دي تضربها مرة هنا ومرة كده. يا رب تكون فهمت يا استاذ. تساوي، تعال نضربه بقى اهو. الخمسة في 3 ب15. س أس 1 في س أس 1 بس أس 2. وبعدين 5 في موجب 7 بموجب 35. ما فيش س هنا يبقى س تنزل. وبعدين اخد دي يا استاذ اهي. ناقص 4 في 3 بناقص 12. س ناقص 4 في 3 بناقص 12 س ناقص 4 في 7 بناقص 28. بص يا استاذ، الاثنين اللي فوق بلون اهو، كله بلون مختلف اهو. انا عاوز افكرك يا استاذ. الاثنين اللي في النص بينجمعوا مع بعض. يا رب ما تنسى يا استاذ. يا رب ما تفضحناش وتنسى. حاكم انت بتنسى كل حاجه اهو. ال 15 س اس 2 زي ما هي اهي. والناقص 27 زي ما هي اهي. هنا كسبت 35 وخسرت 12، يبقى انا اكيد كسبان لان المكسب اللي يم. 5 ناقص 2 3. 3 ناقص 1 2 س. يبقى انا بطرحهم من بعض واخد اشاره اليامه. اليامه اللي هو زائد خدت اشارته وطرحته. طب يا استاذ يا رب تكون فهمت. طب تعالى يا استاذ نقول لك كمان واحده. افرض يا استاذ قلت 2 الف ناقص يا استاذ 5 في 3 الف ناقص يا استاذ 2. هتعمل ايه يا استاذ؟ نفس اللي عملت. اه، هضرب الاثنين الف مره هنا ومره كده. وبعدين هاخد الناقص 5 اضربها مره هنا. غير اللون يا استاذ عشان انا افهم. مره هنا ومره كده. انا ما بعملش زياده عن كده. ان كنت عملت زياده عن كده قولوا لي انت بتعمل. اه، تعالوا تساوي الاتنين الف في 3 الاتنين في 3 بستة. الف في الف بألف في 2. الاتنين الف في ناقص 2. الاتنين في ناقص 2 بناقص 4. والالف تنزل. وبعدين ناقص 5 في 3 اهو. ناقص 5 في 3 بناقص 15,000. ناقص 5 في ناقص 2 بموجب 10 لان ناقص في ناقص بموجب. اهو يا استاذ الاثنين الاولين مع بعض اهو. الاثنين الاولين اهم يا استاذ. والاثنين التانيين اهم. بس خلي بالك عشان افكرك بس. الاثنين اللي في النص بينجمعوا على بعض. يعني يا استاذ الاولاني ده بينزل زي ما هو. والاخير ده بينزل زي ما هو. خسرت 4 وخسرت 15. يبقى انت خسرانه قد ايه يا عسليه؟ 19,000. طب يا استاذ يا رب تكون فهمت يا استاذ. انا والله يا استاذ زهقت منك خالص. طب افرض يا استاذ قلت 3,000 زائد 2 الكل اس 2. وهي يعني يا استاذ هنضربه ده في نفسه مرتين. يبقى 3,000 زائد 2 اهو يا استاذ. هنضربها تاني يا استاذ في 3,000 زائد 2. وانت فكرك يا استاذ يعني انا ما فهمتش؟ ده انا حفظت الدرس. ما هو ده اس 2 يبقى مضروب مرتين. يبقى انا هاخد الثلاثه دي يا استاذ اضربها هنا مره هنا ومره كده. نفس الطريقه. وهناخد الاثنين ده اهي اضربها مره هنا ومره كده. اضرب يا استاذ يلا. اضرب الله يهديك اهو. الثلاثه الف في 3 الف. الثلاثه في 3 بتسعه. الف في الف بألف في 2. الثلاثه الف في موجب 2 بموجب 6,000. ما هو الثلاثه في 2 ب6. طب يا استاذ نضربه اللي تحت بقى اهو. موجب 2 في 3 بموجب 6,000.
موجب 2 في 2 بموجب 4. خلي بالك يا أستاذ، ده همت بتوع اللي فوق وده همت بتوع اللي تحت. ده همت ناتج ضرب ده هنا وهنا، وده همت يا أستاذ ناتج ضرب ده هنا وهنا. أهو التلاتة في تلاتة بتسعة، ألف في ألف بألف أس 2. أهو التلاتة في موجب 2 بموجب 6 ألف. موجب 2 في 3 بموجب 6 ألف. موجب 2 في موجب 2 بموجب 4. خلي بالك يا أستاذ، احنا ما غيرناش كلامنا. الاثنين اللي في النص بنجمعوا مع بعض. ربنا يكرمك وتفهم. أهو يبقى 9 ألف أس 2، كسبت 6 وكسبت 6، يبقى أنت كسبانة 12000 زائد 4. طب افرض مثلا يا أستاذ أنا لقيت دي 5 ب ناقص 4 أس 2 وهي يبقى 5 ب ناقص 4 هتنضرب في 5 ب ناقص 4 عادي خالص. ما هو اس 2 مضروب في نفسه مرتين، واضرب يا استاذ زي ما كنت بتضرب. هضرب دي مره هنا يا استاذ ومره هنا يا استاذ، وخلي بالك يا استاذ، وهضرب ده مره كده يا استاذ ومره كده يا استاذ. طول ما انا ماشي كده يا استاذ عمري ما هغلط ابدا. اهو 5 في 5 ب25، ب في ب أس 2. 5 في ناقص 4 بناقص 20 ب. وبعدين يا أستاذ ناخده الثاني أهو، ناقص 4 في 5 بناقص 20 ب، لأن ناقص 4 في 5 ب، ناقص 4 في ناقص 4 بموجب 16. بص يا أستاذ، خلي بالك الاثنين اللي في النص كل شويه انا بقول لك اهو، انا عارف انك هتدينا في ده. 25 ب و60 تنزل زي ما هي، وال16 تنزل زي ما هي. خسرت 20 وخسرت 20 كمان، يبقى انت خسرانه 40 ب. بس يا استاذ فهمت ولا لسه يا استاذ؟ لسه ما فهمتش، عيد كمان مره يا استاذ. ها؟ افرض يا استاذ قلت 3 ألف ناقص 5، عاوز اضربها يا استاذ في 3 ألف زائد 5. اعرف عادي خالص، ما احنا قلنا خلاص تحافظ الطريق. هضرب الثلاثه مره هنا، دي الف خلي بالك، ومره هنا، وهضرب الخمسه مره هنا ومره كده. اضرب يا استاذ، الثلاثه الف في 3 الف ب9 الف اس 2. الثلاثه الف في موجب 5 بموجب 15000. نيجي من تحت يا استاذ، ناقص 5 في 3 الف بناقص 15000. ناقص 5 في موجب 5 بناقص 25. خلي بالك يا استاذ الاثنين اللي في النص انا عارفه انك بتنسى اهو. التسعة ألف وستين اهي، هنا كسبت 15 وخسرت 15 راحوا مع بعض، يبقى ناقص 25 بس يا استاذ. اذا دي يا حبايبي ازاي اضرب قوسين في بعض؟ صعبه يا همس؟ لا يا مستر. صعبه يا بتول؟ لا يا مستر. طب ده من هي لا يا مستر، لا يا مستر، اضربي يا همس، اضربي يا همس. حضرتك دي ألف على فكرة. اضربي يا همس، يلا بسرعة اضربي يلا حبيبي. تساوي أول حاجة هنجمع كل اللي في القوسين دول ولا نعمل إيه؟ اضربي يلا. تمام. أول ما زي كده تبقى 2 في -4، يعني هتكون -2. الاثنين في 4 بسالب 2. 2 في 4 ب8 بسالب 8. بسالب 8000. يبقى انت مسكت ده اهو، ضربتيه هنا مرة وهنا مرة، اضربي الثاني يلا. نضرب التلاتة دي في ال5000 مرة، وفي ال4 ألف في ال4 مرة، يلا تبقى اضربي. 15 ألف
أس واحد ألف بس. يبقى بعد كده نضرب التلاتة يبقى -12. سالب 12. شاطر. اللي في الاثنين اللي في النص بيحصل لهم ايه؟ بننزلهم، هتبقى 8 بينجمعوا سالب مع 8 بعض. ألف. أنا عارفة يا مستر، سالب 8 ألف زائد 15 ألف. سالب بقى يا مستر هعمل سالب 8 زائد 15 صح؟ مم. سالب من الآخر. تساوي كام؟ اطرح. لسه بجيب الحاجة يا مستر. 15 ناقص سالب 8. 8. 15 ناقص نعم. 15 ناقص 8 كام؟ 15 ناقص 8. ايوه. 15 ناقص 8 كام؟ 7. يبقى 7 ألف. اليمة موجب ولا اليمة سالب؟ اليمة سالب. يا نهار يا نهار ابيض طويل النهار. موجب. ده اللي زي ياما ولا ده اللي ياما؟ الموجب 15. تاخد شرط. يبقى اليمة موجب اخد شرط. انت ما انت صغيره يا بتول. اطرحوهم من بعض. طرحناه. ده الياما ولا ده الياما؟ سيبك من مين الكبير. ده الياما ولا ده الياما؟ ده الياما. يبقى ناخده شرط. السؤال اللي بعد. يلا يا همس. 3 س ناقص 2. يلا يا همس. في ايوه 5 س زائد 4. يلا يا همس. مع حضرتك. هنعمل ايه؟ قول يا بتو. يا ريتني ما قلت لك يلا يا همس. يلا يا بتو. انا معاك يا مستر همس. هي فين همس؟ فين همس طلعت؟ يلا قول. والله همس موجود. ماشي. والله همس ما هي موجود. نضرب التلاتة تبقى يا مستر 3 في 15 س أس 2 و 15 س أس 2. بعد كده 12 زائد ولا زائد ناقص؟ 12 زائد ولا ناقص؟ زائد زائد 12. ها س صح؟ بعد كده نضرب. نعم يا مستر. س صح؟ 12 س. صح. يلا قول وبعد. بعد كده نضرب سالب 2 في 5 تطلع سالب 10 سالب 10 س. أس س. وبعد كده تبقى سالب 8. سالب 8. الاثنين اللي في النص بيحصل لهم ايه؟ بننزلهم ينجمعوا تبقى 12 س زائد سالب 10 س. بالراحه. يبقى 15 س أس 2 ايه؟ كسبت 12 وخسرت 10. يبقى انت كسبانه قد ايه؟ خسرت قولها تاني كده يا مستر. خسرت 12 وكسبت 10 يبقى أنا كسبانة 2. يبقى انت كسبانه 2. يبقى زائد 2 س ناقص كام؟ ناقص 8. ناقص 8. يبقى بتساوي. خلاص كده خلصت. السؤال اللي بعده. طب يا مستر 3 ألف أنا ناقص مش هتعمل إيه؟ 4 في 7 ألف ناقص 6. يلا يا باتو. هنضرب التلاتة دي في السبعة. تبقى مش هتبقى 21 ألف أس 2. يبقى 21 ألف أس 2.
بعد كده نضرب التلاتة ألف دي في الستة، تبقى 18 ألف يبقى ناقص زائد 18 ألف. 18000. يلا اضرب اللي بعدها. ماشي. الأربعة في سبعة ب28 ألف. يبقى ناقص 28000. 28 ألف. وبعد كده الأربعة دي في الست، سالب ستة تبقى سالب كام؟ أربعة ستة بكام؟ ب24. لو السالب في سالب بموجب، سالب في سالب بموجب، تبقى 24. الاثنين اللي في النص ينجمعوا مع بعض. يلا اجمعي. اللي هي يعني أنا خسرت 18 وكسبت 28، ويبقى أنا كده كسب 10. يا بنت انت خسرت وخسرت، يلا ربنا اقول ايه بس. خسرت 18 وخسرت 28، يبقى انت خسرانه 8 و8 46000 اه زائد تمام. 24. بص انا هقول لك قولي يا همسه، لو انت عشان بتقولي بتطلعي بره ما تقوليش، ما تطلعيش يا بنت، معلش. لو هتقولي تطلعي بره لا، خليكي زي ما انت، مش مهم تقول. انا هقول لك قولي، لو انت بتقولي كل ما مثلا تطلعي بره لا، طب كويس الحمد لله. طلعت مش هكمل. طب يا حبيبي يلا، 2000 ناقص 4 في 3000 زائد 5، اتفضلي يلا قول. 2000 ناقص كام؟ لأن الشاشة مش ظاهرة عندي. 2000 ناقص كام؟ 2000 ناقص 4 في 3000 زائد 5. تمام. أول حاجة نعمل سهم الاتنين للتلاتة. تمام، نضرب الاتنين يعني في التلاتة اضربها بتكون مرة هنا ب6000. ومرة هنا، شاطر. يلا اضرب. الاتنين ماشي. ألف في وبعدين أقول تلاتة برضو ألف الاتنين ألف في كام؟ اه يبقى 6000. يبقى 6000 أس 2، وبعدين 2000 في موجب امم 5 بموجب يبقى 10000. يبقى أيوة. ضربت ال 2000 مرة في 3000 ومرة في الخمس، هضرب مين؟ أيوة، وبعدين بقى هقول السالب بأربعة دي، السالب طب أربعة هنا دي مرة وهنا في مرة. التلاتة ألف مرة وفي الخمسة مرة. شاطر. سالب 4 في 3 بسالب 12000. سالب 4. والسالب أربعة في خمسة بسالب 20. شاطرة. الاثنين اللي في النص بيحصل لهم ايه؟ بينجمعوا مع بعض. تمام. يبقى يبقى 6000 في العشرة 2، كسبت 10 وخسرت 12، يبقى انت خسرانه قد ايه؟ 2. شاطره. سالب 2000 ناقص 20. شاطره يا همس. وكمان واحده يا همس. اما تمام. اقول 3000 زائد 5 اس 2 يا همس، نعمله يا همس. ثانية واحدة بس، ممكن حضرتك تقول مسألة تاني إني مش ظاهرة عندي فبكتب في 3000 الدفتر زائد عندي. 5 أس 2، أما أقول أس 2 يبقى مضروب القوس مرتين، يبقى معناها 3000 زائد تمام. 5 في 3000 زائد 5. أما أقول أس 2 يا همس يبقى تمام. القوس مضروب هنقول مرتين يا التلاتة همس. ألف. التلاتة ألف هنضربها في 3000 يبقى تكون ب9000. شاطر. 9000 أس 2. شاطر. نقول 3000 برضه في خمسة يبقى تكون ب15000. شاطر. موجب 15000 يعني. شاطر. آخد بقى الخمسة دي والخمسة برضه هنضربها في 3000 يبقوا مرة. كام؟ ماشي، يبقى كده تكون برضه بكام؟ ب15000. ونقول شاطر. خمسة برضه في خمسة يبقى تكون ب25. شاطر. الاثنين اللي في النص ينجمعوا وهناخد مع بعض. الاتنين اللي في النص مع بعض يبقى نقول أيوه 15. كنت 15 يبقى كل 15 زائد 15 يبقى 30. 30000 شاطرة زائد 25. شاطرة يا همس. طيب هناخده طريقة تانية، يا ريت نبص مع بعض ثواني. أما أقول 3000 زائد 2 في 5000
ناقص 4. بص كده أنا بضرب إزاي بمجرد النظر. الأول في الأول وأرزعه في الأول. الأول في الأول وأحطه في الأول. الأول في الأول. الأول في الأول. 3 ألف في 5 ب15 ألف أس 2. الأخير في الأخير وارزعه في الآخر. الأخير في الأخير وارزعه في الآخر. الأخير في الأخير وحطه في الآخر. الموجب 2 في السالب 4 بسالب 8. كمان مرة أنا بضرب بمجرد النظر. الأول في الأول وحطيته في الأول. الأخير في الأخير وحطيته في الآخر. هعمل إيه؟ القريبين في بعض. القريبين في بعض. القريبين في بعض. القريبين في بعض. موجب 2 في موجب 5 بموجب 10 ألف. والبعاد في بعض. 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 موجب 4 في سالب 4. موجب 3 في سالب 4 بسالب 12 ألف. واجمعهم مع بعض. واجمعهم مع بعض يبقى ناقص 2 ألف والزقهم في النص. يبقى القريبين في بعض والبعاد في بعض واجمعهم مع بعض واحطهم في النص. واحدة تاني. واحدة تاني ركزي معايا. 5 س ناقص 4 في 8 س زائد 7. يا أستاذ عبد الرازق أنت قلت الأول في الأول وارزعه في الأول. أفكرك بس أنت قلت الأول في الأول واكتبه في الأول. 5 في 8 ب40 س أس 2 يا أستاذ. الأول في الأول. قلت الأخير في الأخير يا أستاذ وارزعه في الآخر. الأخير في الأخير يا أستاذ. ناقص 8 في 7 بناقص 4 في 7 28. يبقى أنا قلت الأول في الأول وحطيته في الأول. الأخير في الأخير وحطيته في الآخر. الخمسة في 8 ب40 س أس 2 وحطيتها في الأول. ناقص 4 في موجب 7 بناقص 28 وحطيتها في الآخر. بعد كده يا أستاذ أفكرك القريبين في بعض. القريبين في بعض أهو. سالب 4 في 8 بسالب 28 يا أستاذ. والبعاد في بعض. والبعاد في بعض. والبعاد في بعض. 5 في 7 يا أستاذ بموجب 35. واجمعهم مع بعض. واجمعهم مع بعض. 35 ناقص 28 يا أستاذ يبقوا 15 نضربهم في 8 يبقى 7 يبقى زائد 7 س يا أستاذ. خلصت. واحدة تانية يا أستاذ. واحدة تانية يا أستاذ آخر واحدة. 3 ألف ناقص 8 في 2 ألف زائد 7. يلا يا أستاذ أنت. الأول في الأول وارزعه في الأول. الأول في الأول وارزعه في الأول يبقى 6 ألف و2. الآخر في الآخر وارزعه في الآخر. الآخر في الآخر وارزعه في الآخر. الآخر في الآخر وحطه في الآخر ناقص. بص يا أستاذ القريبين في بعض. القريبين في بعض يبقى ناقص 8 في 2 بناقص 16000. والبعاد في بعض. والبعاد في بعض موجب 3 في 7 بموجب 21000. واجمعهم مع بعض. 21 ناقص 16 يا أستاذ يبقى زائد 5000. وكده يا